السلام عليكم. بص يا معلم، في ناس اول ما بتسمع كلمه ريكيرجن بتحس ان هي دخلت في متاهه، بس احنا النهارده وفي اقل من 10 دقائق هتفهم الريكيرجن كانك بتشرح لواحد صاحبك بالظبط، وهتبقى قادر ان انت تحله في اي مساله ممكن تيجي في انترفيو او حتى لو في كونتست. مستني منك في الاخر تقول لي فهمته ولا لسه. يلا بينا. طيب الريكيرجن يعني ايه؟ الريكيرجن بكل بساطه هو لما الفانكشن تنده على نفسها، بس خلي بالك هو مش بيعمل كده عبث، هو لازم يبقى في شرط بيقف عنده، والشرط ده احنا بنسميه البيس كيس. طيب بطريقه تانية، يعني من الاخر احنا بنقسم المشكله الكبيره لمشاكل صغيره وبنبدا نحل المشاكل الصغيره دي. طيب تعالى نفهم الكود اللي قدامنا ده. انا هنا عندي فانكشن، الفانكشن دي بتقول say hello، والفانكشن دي بتاخد variable integer. حلو قوي. طيب بص كده، اول حاجه عندي هي ايه؟ اول حاجه عندي بقول if لو ال n equal 0 اعمل لي return. يعني ايه؟ يعني لو ال n دي بتساوي 0 خلاص اخرج بره الفانكشن، وقف الفانكشن دي. حلو قوي. فاكر من شويه لما قلنا ان احنا محتاجين شرط يوقف الفانكشن بتاعتنا؟ بالظبط هو ده الشرط، ان لما ال n بتاعتي توصل لزيرو. طيب الفانكشن عامه بتعمل ايه؟ كل اللي الفانكشن بتاعتنا بتعمله ان هي بتعمل سي اوت لكلمه هلو او السترينج هلو. طيب حلو قوي، احنا كده عرفنا ان الفانكشن بتاعتنا مهمتها الاساسيه ان هي تطبع كلمه هلو. تعالى كده نشيل السطر ده بس، وتعالى نعمل رن ونشوف ايه اللي هيحصل. بكل بساطه اللي هيحصل ان احنا هيطبع لنا كلمه هلو مره واحده بس. جميل قوي. طيب تخيل كده ان انا كتبت السطر ده. السطر ده بيعمل ايه؟ السطر ده بينده على الفانكشن تاني. ايه ده؟ بينده على الفانكشن تاني؟ ايوه، ما هو ده الريكيرجن. اتفقنا ان الريكيرجن هو ان الفانكشن تبقى بتنده على نفسها. حلو قوي. بس المره دي هي بتاخد ايه؟ هي بتاخد n-1. ايه ده؟ n-1؟ ايه ده؟ يعني انا في اول مره لو ال n دي ب5 فانا هخش هطبع سي اوت عادي خالص، وبعد كده اعمل لل n دي -1 واديها للفانكشن. ايوه، يعني انت اكنك بالظبط عملت كده 4. طيب وبعد كده رحت واخد السطر ده كده وحطيته، بس بدل الأربعة 3. طيب وبعد كده بدل التلاتة 2. طيب وبعد كده بدل الاتنين 1. وبعد كده هتوصل للزيرو. حلو جدا. طيب هو انا لو ال n عندي دي بقت بزيرو ايه اللي هيحصل؟ ده البيس كيس بتاعنا، الفانكشن هتقفل. فانا اكني عملت لوب بالظبط. لما انا جيت ندهت الفانكشن واديتها n-1 كني بالظبط عملت لوب بنفذ الفانكشن دي بعدد ال n اللي انا هاخده كانبوت. جميل جدا. يعني انا في الحاله دي لو اديتها 5 فالفانكشن دي هتتكرر 5 مرات. تعالى كده نعمل ران ونشوف. بص ايه اللي حصل، طبع لي هلو 5 مرات. طيب لو انا اديتها 3 فانا في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ هاجي هنا، اول واحده هتبقى ب3 عادي خالص، تاني واحده هتبقى ب2، طيب وتالت واحده هتبقى ب1، وبعد كده ال n دي هتبقى بزيرو. فلما ال n تبقى بزيرو ايه اللي هيحصل؟ هبقى انا وصلت للبيس كيس بتاعتي، فانا كده هقفل الفانكشن وهخرج. طيب تعالى كده نعمل ران ونشوف ايه الاوتبوت بتاعنا. الاوتبوت بتاعنا بكل بساطه هو 3 هلو. حلو قوي. يبقى احنا كده فهمنا ان احنا عندنا الفانكشن بتفضل تشتغل لحد لما نوصل للبيس كيس بتاعتنا. البيس كيس دي اللي هي الاف لو ال n بقت ايكوال 0، يعني ال n لو وصلت لرقم 0 فانا كده هخرج بره الفانكشن بتاعتي. حلو قوي. ممكن نقول ان احنا بنعمل فور لوب، والفور لوب دي جواها اف، لما حاجه معينه بتحصل احنا بنعمل بريك، بنطلع بره اللوب دي اصلا. حلو جدا. طيب تعالى ناخد سؤال تاني. طيب مساله مشهوره جدا في موضوع الريكيرجن وهو ان احنا نجيب الفاكتوريال عن طريق الريكيرجن. تعالى نجيبه مع بعض. طيب للي مش عارف الفاكتوريال هو ايه، طيب لما اجي انا اقول لك مثلا فاكتوريال 5 او 5 فاكتوريال، ده معناه او ده بيساوي 5 في 4 في 3 في 2 في 1. ده بيساوي 5 في الرقم اللي اصغر منها لحد لما نوصل للزيرو. طيب يعني لو جيت قلت لك فاكتوريال 6 فده كده بقى معناه ان هو بيساوي 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1. جميل جدا. طب هو مش دي نفس الطريقه اللي الفانكشن بتاعتنا بتشتغل بيها؟ حلو قوي. طب تعالى كده نعمل الفانكشن بتاعتنا. الفانكشن بتاعتنا اسمها فاكتوريال وبرضه بتاخد n، والn ده هو الرقم اللي انا عايز اجيب له الفاكتوريال بتاعي. طيب هنا عندنا البيس كيس، بنقول if لو ال n equal 0. طيب السطر ده هو البيس كيس بتاعنا زي ما اتفقنا.
طيب هو احنا قلنا ان الفاكتوريال بيساوي ايه؟ الفاكتوريال بيساوي الرقم مضروب في الرقم اللي اقل منه. طيب انا هنا بعمل ايه؟ انا هنا بعمل ريتيرن على طول للان مضروبه في فاكتوريال n ماينس 1. فاكتوريال دي طبعا اسم الفانكشن. يعني ايه؟ يعني من الاخر انا بالظبط عملت كده. انا مثلا هقول له ان الان 5، فانا خدت الخمسه في 4 في 3 في 2 في 1 وعملت للرقم ده ريتيرن. بس انا ده اللي انا عملت له ريتيرن، 5 في 4 في 3 في 1. ده بالظبط اللي هيحصل هنا. ليه؟ انا هنا بقول الان اللي هي في حالتي دي في اول مره هتبقى بتساوي 5. تعال نمسح بس ده عشان ما تتلخبطش. طيب انا هنا بعمل ايه؟ انا هنا بقول ان الان اللي هي في اول حاله هتبقى بتساوي 5 مضروبه في اكني بقول ان ماينس 1 على طول. انا هنا بس ندهت الفانكشن بس اكني بالظبط بقول ان ماينس 1. فهي 5 بقت مضروبه في 4. طب وبعد كده انا بقول ان ماينس 1 تاني، فبقت 5 في 4 في 3 ان ماينس 1 تاني، 5 في 4 في 3 في 2 ان ماينس 1 تاني، 5 في 4 في 3 في 2 في 1. طيب الان ماينس 1 لما تحصل للواحد، يعني انا بقول 1 ناقص 1 بيساوي 0. لا استنى بقى، احنا عندنا البيس كيس اصلا بتقول ان لو الان دي بتساوي 0 اعمل لي خلاص ريتيرن واطلع من الفانكشن دي. حلو قوي. بص يا معلم، انا هنا عندي ريتيرن الحاجه فاضيه. اولا ده مش هينفع. ليه؟ عشان دي فانكشن انتجر، دي فانكشن لازم بتريتيرن رقم معين، فانا عشان كده هريتيرن 1. طيب الفانكشن دي لو كانت فويد انا كنت ممكن اريتيرن من غير 1، يعني اريتيرن على طول. حلو قوي. طب تعالى كده نستدعي الفانكشن دي، نعمل لها سي اوت ونديها فاكتوريال 5. تعالى كده نشوف هتدينا ايه. ادتنا 120 عشان فعلا فاكتوريال 5 بتساوي 120. حلو جدا. لو كتبت هنا فاكتوريال 10 برضه هتشتغل معايا عادي خالص. طيب انا كده جبت الفاكتوريال بس من غير فور لوب، انا مجرد استخدمت الفانكشن. ودي طبعا هتفيدك كتير جدا في البروبلم سولفنج عشان الكومبلكسيتي تايم بتاع الفانكشن ان هي بتستدعي نفسها اقل بكتير من الفور لوب. طيب لحد هنا كده يبقى احنا خلصنا اول فيديو من شرح الريكيرجن. اتمنى ان انت تبقى فهمته، ولو عايز تتدرب على الريكيرجن اكتر الفيديو اللي جاي هنبدا نحل فيه مسائل كانت موجوده في مسابقات عالميه عشان تتدرب اكتر على الريكيرجن وتبقى متمكن منه. ولو في اي فكره، ولو في اي حاجه تانية عايز نشرحها بنفس الطريقه وبرضه نحل عليها، ما تنساش تكتب لي في الكومنتس. واستنى الفيديو اللي جاي عشان زي ما قلت لك هنحل فيه مسائل كانت موجوده في المسابقات الدوليه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشارك الفيديو مع اصحابك اللي لسه بيهربوا من الريكيرجن.